تضحية أم. هاي يا عم علي، اخبارنا ايه؟ بناخد الدواء بانتظام زي ما اتفقنا ولا ايه؟ والله يا ابني، باخده كله في الميعاد بتاعه بالظبط. تمام تمام. بص يا عم علي، انا هكتب لك نوع دواء تزوده على الدواء اللي عندك. مصطفى، ابقى رجع فلوس الكشف لعم علي. والله ما عارف اقول لك ايه يا ابني. ما تقولش حاجة يا راجل يا طيب، ده انت جارنا من زمان، والنبي وصى على سابع جار. دي حاجة بسيطة يا عم علي. انا قلت برضه انت هتحس بالظروف، ما انتوا زمان كنت زينا واكتر، لحد ما ربنا كرمك وبقيت دكتور قد الدنيا. فاكر زمان يا دكتور لما كنا بنكمل عشان النوم والست والدتك؟ يا حرام. وهي اه فاكر. اتفضل الروشتة اهي. يلا يا مصطفى، هاتلي الكشف اللي بعده. ياه، الواحد تعب قوي النهارده في العيادة. الله الله الله، تسلم ايديكي يا ام عمر يا قمر. تسلم لي يا حبيبي. صحيح، عمك علي جالك النهاردة العيادة؟ ايوه يا ماما، وما تقلقيش، ما اخدتش فلوس الكشف، رجعتها له زي ما طلبتي بالظبط. أيوة يا ابني، أصل عمك علي ده عشرة عمر، هو ومراته، وانت صغير كنت بسيبك عندهم واروح انا اجري. خلاص خلاص بقى يا ماما، انا فاكر كل حاجة. المهم، انا تعبان دلوقتي وهدخل انام، بعد اذنك. اطمني بقى يا ماما، خلاص انا قربت اوصل للبيت. المهم دعواتك الجميلة يا ست الحبايب، علشان ربنا يوفقني. مع السلامة يا ماما. أهلا بيك يا دكتور عمر، أنت نورتنا النهاردة. في الحقيقة يا عمي، أنا عارف إن المفروض أجيب أي حد من أهلي معايا، بس للأسف أنا والدي متوفي من وأنا عندي سنة تقريبا، ووالدتي ست مريضة ما بتتحركش غير للضرورة. أنا قلت أجي كده الأول لوحدي ونتعرف على بعض، وبعدين أجيبها معايا المرة الجاية إن شاء الله. لا لا ولا يهمك. وقعد دكتور عمر مع العروسة ووالدها ووالدتها يحكي لهم عن ظروفه ويتعرف عليهم أكتر. وبعد شوية رد عليه والد العروسة وبسرعة قال له: بص يا دكتور عمر، أنت شكلك كده إنسان كويس جدا، وشيء يفرحني إن بنتي ترتبط بواحد زيك. بس شرطي الوحيد علشان الجوازة دي تكمل إن والدتك ما تحضرش الفرح. إيه؟ وخرج دكتور عمر من بيت العروسة اللي كان معجب بيها جدا، وهو حزين ومكسور ويائس ومش عارف يعمل ايه. كانت مامة دكتور عمر عمالة ترن عليه وهي قلقانة، وهو محتار مش عارف يرد عليها. يقول لها ايه؟ قفل تليفونه وفضل ماشي بعربيته ومش عارف يروح فين. فكر انه يروح لحد يستشيره، فراح لوالد واحد من اصحابه كان بيحترمه جدا ويقدره، وكان أستاذه كمان في الجامعة، اسمه دكتور جلال. لما راح وحكى الموضوع لدكتور جلال، طيب وليه الشرط ده؟ رد عليه دكتور عمر وهو مكسوف: أنا بابا توفى زي ما حضرتك عارف وأنا طفل صغير، ووالدتي علشان تقدر تصرف على البيت وترعاني اشتغلت
عاملة بسيطة، كانت بتغسل هدوم الناس علشان تربيني وتقدر تعلمني وتكفي كل احتياجاتي. وبعدها بفترة المصنع اللي كانت ماما بتشتغل فيه قفل، واضطرت أمي وقتها إنها تشتغل خدامة في البيوت. كانت بترجع كل يوم وهي مربطة إيديها الاتنين من كتر الشغل، ولحد دلوقتي دايما إيديها مربطين. وللأسف اكتشفت النهاردة لما رحت أتقدم للعروسة إن أمي كانت بتشتغل عندهم خدامة في البيت لفترة كبيرة، وكل اللي في البيت عارفينها كويس حتى قرايبهم من بعيد. وعلشان كده والد العروسة اشترط عليا إنها ما تحضرش الفرح علشان محدش يشوفها أو يعرفها. بس الماضي ده أنا بكرهه جدا، وبصراحة كان بيسبب لي حرج دايما ولحد دلوقتي. بس أنا مش هسيب الماضي ده يفضل مطاردني طول حياتي. أنا لازم أعيش حياتي وأتجوز، لازم يبقى لي حياة جديدة وأنسى الماضي كله. بص يا عمر، ليا عندك طلب صغير. اتفضل حضرتك. لما تروح وتوصل بيتك النهاردة، وأول ما تشوف والدتك حاول تغسل إيديها بنفسك، وبعدها تعالى هنا تاني وساعتها هقولك رأيي في الموضوع ده. وفعلا لما وصل دكتور عمر البيت طلب من والدته إنه يغسل إيديها، وابتدى يغسل إيدين والدته ببطء. وأول ما شافها نزلت دموعه من منظر إيديها. كانت أول مرة ياخد باله من شكلها، قد إيه إيديها كانت مجعدة ومليانة كدمات. كانت كل ما تلمس المية إيديها تتنفض من الألم. وبعد ما خلص غسيل إيديها جري وراح للدكتور جلال وقال له: خلاص خلاص يا دكتور جلال، أنا حسمت أمري وأخدت قراري. أنا مش هضحي بأمي وهي اللي طول عمرها بتضحي علشاني وعلشان مستقبلي. أنا كنت متأكد إن ده هيبقى قرارك يا عمر. الأم عمرنا ما هينفع نضحي بيها، وإلا نبقى خسرانين، نبقى خسرنا كل حاجة حلوة في الدنيا دي. الأم هي الحب والحنان والتضحية والعطاء اللي من غير مقابل، وهي أكتر شخص في العالم بيرعانا ويهتم بينا، ولو وصل الأمر ممكن تضحي بحياتها عشاننا.